جريزمان وسجل جاميرو. ادي امامنا التمريره، راكيتيتش بدل انيستا في اللقاء، يلعبها على طول بعرض الملعب، لكن حتى الان شوف الخطوره. وادي ميسي، وصلت لميسي الليو في هذه اللقطه وفي هذه المحاوله الجميله. ثروه عالميه لاي فريق يعني يستطيع ان يوقف ميسي، يستطيع ان يتفوق على البارسا. وانذار لدييجو ألفيش وهدف لميسي بالدقيقه 22 من اللقاء. بص شوف ميسي بيعمل ايه، يا ولد يا ميسي، امامنا على طول الكره باقتدار على طريقة ميسي، الماركة المسجلة، الهدف اللي بيأتي في الدقيقة أمامنا الدقيقة 22 أمامنا من اللقاء. بص تشوف ميسي في اللقطة الماضية، أدي أمامنا التسديدة. هنا احتجاج، هل اللاعب لويس سواريز كان في موقف تسلل ومتداخل في اللعبة؟ حكم اللقاء من وجهة نظره إنه بعيد عن حارس المرمى، احتج دييجو ألفيش في اللقطة الماضية، خطأ في إبعاد الكرة. وأمامنا هنا التسديدة والتفويتة من جانب لويس سواريز، والكرة في شباك الحارس دييجو ألفيش اللي احتج على هذه الكرة، كرة الهدف الأول. يسجل ميسي في مرمى فالنسيا الهدف الأول في هذه المباراة، هدف أول في هذه المباراة. سجل في المستايا ميسي، سجل يعني في اللقاء. آخر مرة سجل في المستايا كان في 2013 2014 لما سجل كريستيانو رونالدو. كرة على طول تصل إلى الجانب اليمين أمامنا فالنسيا. ادي انطلاقة عملها حلوة قوي، كانسيلو إلى باريخو، يا ولد جميلة، وتسديده وتعادل، ولكن دون احتفال لأن من سجل هو منير الحدادي. لكن هجمة حلوة من نادي فالنسيا، يأتي التعادل في هذا الوقت بقى المميز جدا. منير الحدادي يسجل في ناديه لكن دون احتفال، لأن منير لا يريد أن يحتفل لأنه يواجه نادي البارسا أمامنا هنا في هذه اللقطة. يظهر منير للمرة السادسة هذا الموسم، مرتين أساسي في الدوري مع نادي فالنسيا، وثلاث مرات كلاعب بديل. لعب مباراة بيتس في الدوري كبديل وسجل في مرمى إشبيليا في السوبر، ولكن هنا يسجل منير ولا يحتفل بقدم يسرى لا تصد ولا ترد. لكن كانسيلو حلوة قوي، وباريخو العرضية والتسديدة روعة. هدف جميل جدا من منير الحدادي. سجل في مالاجا وإيبار وختافي بألوان البارسا في الموسم الماضي، ولكن هذه اللحظة يسجل بألوان فالنسيا. لكن عابين والمبالغة في العنف في كثير من اللقطات، ولم يوفر الحكم الحماية. وادي الجول الثاني لفالنسيا. يسجل رودريجو مورينو، في هذه اللقطة وفي هذه اللحظة ثالث الأهداف بعدما سجل في مرمى لاس بالماس. أمامنا هنا هو رودريجو يسجل الهدف في هذه الكرة. أخطاء دفاعية قاتلة في الدقيقة 53 سجل منير، والدقيقة 56 يسجل رودريجو في هذه اللقطة وفي هذه اللحظة. أين الرقابة؟ غابت الرقابة. هذه الكرة اللي ملعوبة أمامنا هنا من جانب ناني، حلوة قوي، كرة من ناني. شوف منجالا وأومتيتي وماتشيرانو. فين ماتشيرانو متقدم، أندري جوميز مش موجود في اللقطة. أومتيتي في حالة سرحان لتكون الكرة في الشباك، لتكون الهدف أمامنا هنا الثاني لفالنسيا. واللي حركوا أجواء صعبة، ملعب صعب. تشيزاري برينديلي الإيطالي يبدأ عهد جديد مع نادي فالنسيا في هذه المباراة. لويس إنريكي، تشيزاري برينديلي، ركنية أولى للبارسا في اللقاء ملعوبة على القائم الأول، وراكيتيتش التعادل يضيع، وسواريز على التعادل، على التعادل. ركلة ركنية، راكيتيتش رأسية، دييجو ألفيش ولويس سواريز، صاروخ لا يصد ولا يرد، ويسجل ينفرد بالهدافين ب7 أهداف. بقى سبعة. ميسي 6 وطبعا جريزمان 6، وهدف التعادل في هذا اللقاء الممتع من جانب الفريقين. لويس سواريز يعود، وادي امامنا دييجو ألفيش، ولويس سواريز يطلق صاروخ لا يصد ولا يرد. دييجو ألفيش، وادي امامنا محاولة الضغط في اللقطة الماضية من ايمن عبد النور، لكن لويس سواريز بالشمال لبست الكرة وراحت في المرمى، صعبة جدا على دييجو ألفيش الأورجواياني. ادي امامنا هو النجم لويس سواريز
يستمر الام اس ان في العطاء. سجل ميسي ركله الجزاء للويس سواريز عند نقطه الجزاء تماما لتكون الكره، والامل بقى في دييجو ألفيش اللي متخصص تصدي لركلات الجزاء. دييجو ألفيش عنده ارقام قياسيه. تصدى للثلاث نقاط. هل تكون نقطة التعادل لفالنسيا أمام البارسا أم يكون لميسي؟ دقيقتين وقت ما اللعب يمتدوا مع ركلة الجزاء. ميسي! أوه! ميسي حكاية من حكايات ميسي اللي دائما لا تنتهي أمام فالنسيا في مرمى دييجو ألفيش بهدف قاتل من ركلة الجزاء. البارسا يعود ويأتي بثلاث نقاط، وأمامنا لويس إنريكي. ليس هناك أسعد من لويس إنريكي، لأن من حسم الأمر المتحكم بكل شيء تحت السيطرة دائما البارسا، لأن ميسي حاضر، لأن ميسي ثروة عالمية وليس ثروة قومية. وهنا أمامنا بقى نيمار يتلقى في هذه اللقطة يعني أحد النقاط السلبية في هذا اللقاء الممتع. ميسي يسجل من ركلة الجزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ليرفع رصيده ل7 أهداف. لا تسألني عن أهداف ميسي، بل اسألني عن ال3 نقاط، لأن لاعبي البارسا بيتلقوا هنا في هذه اللقطات يعني أمامنا إلقاء حجارة أو أجسام معدنية صلبة، لأن ميسي سجل من ركلة الجزاء في مرمى دييجو ألفيش اللي كان مع الكورة ليعلن عن 3 نقاط. هي 3 نقاط الصدارة للبارسا. بارسا أمامنا، بارسا لميسي الفضل الكبير في هذه المباراة. يعلن ميسي عن نفسه بقوة ويسجل من ركلة الجزاء بعد ما كان سجل في اللقاء هدف مشكوك في صحته كما قال حكمنا الدولي كابتن جمال الشيري. الدقيقة 22 عادل منير، ولم يحتفل منير المنتقل إعارة من البارسا الدقيقة 53، ثم سجل رودريجو في الدقيقة 56 تقدم فالنسيا، لكن لويس سواريز عادل في الدقيقة 61، ثم فرمان من حكم المباراة أندريانو ماينكو لركلة الجزاء على عبد النور في مواجهة كانت مع لويس سواريز.